السلام عليكم الإخوة الكرام. والله راكم شفتوا الأحداث هذو الأخيرة، كاين بزاف أحداث. واحد الحدث هذا، واحد الشاب من المشرق جا لهنا، مانيش عارف لا فلسطيني ولا أردني ولا جا لهنا. بون ماشي جابوه على كل حال، واحد البنات هكذا. وصراحة راكم شفتوا بلا ما اليوم راهو كلش بالمكشوف، ما بقاش كيما وقت فات حالة مخبية غير الأخبار. اليوم كلش راهو بالمكشوف. البنات دايرين به، يتملقوا به، يغازلوا فيه، يعني ما على باليش انايا. لحقت وين يدخلوه، حتى دخلوا الراجل حتى للغرفة تاعو قدام الزوجة تاعو، عاطيلو الزوجة تاعو يهضر معاها بكل كيما يقولوا لا باقة، ما على باليش. يعني والله العظيم تقول فيلم، تتصور تقول فيلم تاع لا اخلاقي. يعني اليوم ولا حقيقة وين في بلاد الشهداء. البلاد هذه على بالكم كاينه حاجه برك لازم تفهموها الاخوه الكرام، كو بلادنا في العالم، بون ماشي كامل العالم، بزاف في العالم معروفه شويه بالشجاعه، معروفه بالبطوله، معروفه علاش؟ باسكو حنا شغل درنا ثوره عظيمه. بقينا يعني بهذوك الشهداء اللي سبلوا ارواحهم على جلبها تتحرر البلاد، ونعيشوا حنايا يعني كالابطال وكالشجعان يضربوا بنا المثل. شوف اليوم هذا الناس وين حبوا يرجعوا الجزائر والشعب الجزائري، ماشي حبوا يرجعوه خونه، نو، حبوا يرجعوه انذال، حبوا يرجعوه يعني مرخص، مذلولين. يعني سمحوا لي على الكلمه دي تاع دعاره، النساء تاعهم تاع دعاره. يعني يتاسف الواحد، خاصه النساء هذو اللي راهم يروحوا للمشرق. والله العظيم اللي راهم يروحوا لاوروبا ما نهضروا عليهم كيما اللي راهم يروحوا للمشرق. والمرأة الجزائرية ما كانش تروح للمشرق، هذه غير 10 سنين الأخيرة برك وين ولاو يروحوا لهذه الإمارات وقطر، زوج دول هذو، وشوية سوريا. المهم صح الدول اللي راهم يروحوا لها بزاف هي قطر والإمارات. هذه هي. بون نروحوا للموضوع، نبدا في الموضوع هذا الأول. البنات اللي راهم يروحوا لدول الخليج، شوفوا خوتي نعطيكم خبر رسمي، يعني خبر مؤكد. أكثر من 60% من البنات لما يروحوا يعيشوا، والله يروحوا يوليوا للامارات والله للقطر، اغلبهم يمارسوا الدعاره. واسمحوا لي على الكلمه هذه، مهما شوف ما يخلعوكمش راح استاذه والله راح ممرضه والله عندها دبلوم والله عندها اقامه. اكثر من 60% من البنات اللي راهم ثم كامل يمارسوا الدعاره. كاين حتى البنات اللي راحوا باش زعما النيه تاعهم يخدموا، من بعد عاودوا دوروها دعاره، يخدموا يديروا الدعاره منا بيعاونوا رواحهم باسكو يلقاو فيها دراهم. وعباكم باللي بزاف خليجيين والله مشارقه والله اسيويين يحبوا يديروا الدعاره مع المراه الجزائريه. عباكم على جال واش؟ ماشي على جال الزين تاعها والله الجمال تاعها، على جال يعرفوا باللي الجزائر معروفه بالشهامه، يحبوا يذلونا. كي يلقى مرأة الجزائريه شو يسي يطيحها بكامل الصفات، غير به يذلوا هذه البلاد. هذه المعلومه الاوليه. اكثر من 60% من النساء الجزائريات اللي راهم في المشرق خاصة قطر والامارات كامل يمارسوا الدعارة. ما يجاو ما يغلط عليكم حتى واحد، رانا بعقولنا نفهموا. ما تجيش وحده كافيه بلاد عربيه ولا اعرابيه تفوتك على راسك تبدا تملق لكم منها، اغلبهم قاع دعارة. ولهذا نطالب الدولة الجزائرية بإنشاء مكاتب مراقبة في المطار. أي نساء لم يروحوا للخليج لازم تراقبهم، لازم تحاسبهم، لازم كي يعودوا جايين دير معهم تحقيقات دقيقة. ما كاينش اللي لازم تتعاقب. وخاصة هادو اللي راهم يديروا صادير ينشطوا سير انترنت ويديروا زعما مؤثرات بلي اروحوا للخليج رانا ملاح، هادو لازمهم السجن. تدخل لهنا لازم السجن، لازم مكاتب تاع امن ولا مكاتب مختصه تاع مخابرات في المطار. ما يحل بها مولو، ديري واش حبيتي في دبي وفي قطر، نهار تجي لهنا مباشره تدخل مع المسافرين، اسم تاعك فلانه، ادخلي للمكتب مراقبه، تحقيقات معمقه. لازم السجن باش تبقى عبره لمن يعتبر، باسكو هذو الهدف تاعهم والهدف اللي هم يديروا الدعاره معاهم في الخليج هو اذلال الدوله الجزائريه وتشويه الصوره تاع الجزائر. هذه نقطة بزاف حساسة، نتمنى الدولة يعني تلاحظها. لازم مكاتب تاع مخابرات، يعني ما يحل بهاش، ما كاش الرحمة، ما تلحق للمطار الكاغول في راسها تحقيقات معمقة، ما كاش اللعب، ما كاش الضحك كاع.
يحوسوا يذلوا ويشوهوا الصوره تاع الجزائر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية باه ما نطولش عليكم هي الجزائريين اللي عايشين لهنا ويعشقوا في المشارقة. يتأسف الواحد، الجزائرية كما يقول لك عاشت أكثر من قرن هنايا وما قدرش الرومي ما قدرش يذلها وما قدرش يعني يمثلها الشرف تاعها إلا بالقوة. يعني اليوم الجزائرية ولا تغازل فيه واحد مشرقي حاشا السامعين ما عنده حتى قيمه في العالم، واحد ما يسمع به ولا تدير فيه تغازل فيه. وما على باليش انا رافده الاعلام تاع البلاد دايرته على المؤخره تاعها وتشطح به قدام المشارقه وما على باليش راه يدير بهم. يتاسف الواحد. لازم الدوله تضرب بيد من حديد. نتمنى هذا يعني هذا الفيديو ولو كان صغير يعني تسمعوا الدوله ويسمعوا الناس ثاني. نتمنى الدوله تضرب بيد من حديد. اي وحده دير هذه الامور تتغاز بالمشارقه وعندها يد، السجن ما نقول العقاب الشديد. واي هذو اليوم يروحوا للخليج العقاب الشديد. والله غير البنات ولاو يروحوا لفرنسا ما يديروش شي لا ما يديروا فيهم الناس لما يروحوا للخليج وهذا المشرق هذا. يتاسف. وبصفه خاصه هاد البنات اللي جابوا هذا المشرقي غير كيما الفلسطيني هذا ولا الاردني ولا لازمهم العقاب يا ناس، لازم العقاب. انا والله العظيم غير شاب تاع مخدرات انا عندي موش خاطر على وحده كيما هذه اللي تبهدل في بلاد تاع الشهداء. وقتاش الجزائريه كانت دير هذه الامور في الثمانينات في السبعينات في التسعينات وقتاش ما كناش نعرفوا الجزائريه بالشي هذا. اليوم جاو هذو النوفو ديباركي هذو المخلوعين هذو يحوسوا. والبروبليم سيكو يمشيو باسم الجزائر ظابطين الكعاله تاعهم بالعلم تاع الجزائر ويمشيو يقول لك حنايا هاوليك يوريو في المؤخره تاعهم. راكم شفتوا الفيديوهات يا ناس الخير وعلى بالكم واش كاين. بصح نتمنى الشعب ينتفض ضد هذا الخماج اليوم في الخليج وضد الجزائريات العربيات هذو باسكو الاعرابيات اللي ما يديروش هذا اللي راهم يتغزلوا